تحبي تشربي ايه؟ لا 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 ولا حاجة، متشكرة لحضرتك. طالما انتوا الاتنين مع بعض ليه كل واحدة خدت ميعاد لوحدها؟ انت ايه اللي جابك؟ نفس اللي جابك. عزيز هو اللي خليكي تيجي، صح؟ عزيز؟ وعزيز ماله؟ انا اللي الفانز بتوعي خلوا موضوع المدرسه ترند على تويتر في ساعه الا ربع. اديني صباعك ده وانت بتكلميني. تمام يا فندم. اتفضلوا معايا سيادة الوزير. صباح الخير حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا، اتفضلوا. انا ماما موصياني اني اسلم على حضرتك، هي زميله بالمناسبه. هي ماما وزيره؟ لا، دي هي موظفه كبيره في الوزاره اسمها هناء عبد الله. طب ممكن افهم ايه الموضوع المهم اللي انتوا عايزيني فيه؟ هو حضرتك أنا فتحت مدرسة وأحلامنا فيها كبيرة جدا، وتقرير اللجنة جه ممتاز. المشكلة بس إن حصلت لنا غلطة بسيطة كده وقفت كل حاجة، والعام الدراسي هيبتدي خلاص. طب وحضرتك؟ لا، انا نفس المشكله يا فندم معاها. طب ما انتوا عندكم مشكله واحده، ليه عاملين انتوا الاثنين مهنيين منفصلين؟ لا، ما كل واحدة فينا حاولت يعني توصل لحضرتك بطريقتها. طب ممكن افهم طبيعه المشكله ايه؟ حضرتك احنا فتحنا مدرسة الغرض منها إن احنا نقدم تعليم متميز وتربية كمان وبأقل التكاليف الممكنة. عظيم جدا جدا. ايه المشكله فين؟ المشكلة بقى إن إحنا الترخيص انتهى صلاحيته يعني بقاله فترة طويلة جدا، ومحتاج وقت طويل علشان نقدر نجدده، والمدرسة المفروض تبتدي بكرة. والله يا فندم حضرتك لو شفت التخطيط اللي احنا عاملينه للمدرسه هتدينا الترخيص فورا والله. بص حضرتك الايباد ده عليه البرزنتيشن فيها كل حاجة تخص المدرسة. أنا بس حابة إن أنا أعرضها على حضرتك ومش هاخد من وقتك كتير. وده يا فندم نفس البرزنتيشن مطبوع علشان يعني لو الشاشات بتتعب عيون حضرتك. احنا حضرتك لو مشينا على البلان دي مظبوط، احنا هنبقى بنقدم طلبة متميزين في كل حاجة، مش بس في الدراسة، في الرياضة وفي التربية. احنا مش هنكون مجرد مدرسة، احنا هنبقى بنساعد النادي كمان في ان هو يقوم بدوره، وبنساعد البيت في تربية ولادهم كمان. ايوه يا فندم، احنا مش فاتحين المدرسه دي كمستثمرين، لا احنا فاتحينها كأمهات عايزين نربي ولادنا يا فندم، وعايزين المدرسه دي تكون نموذج يحتذى بيه وكل المدارس التانية تمشي ورانا يا فندم. عموما انا عاجبني حماسكم جدا جدا ومتفائل بيه. انتوا لو نفذتوا حوالي 70% من اللي انا شايفه واللي انتوا قلتوه ده، اكيد انا هكون مبسوط وسعيد جدا جدا. لكن طبعا لو طلع كل ده كلام في كلام، ساعتها انا اللي هتدخل بنفسي. اوعدك يا فندم، اوعدك هنكون عند حسن ظن سعادتك، ده وعد مني بده. افهم من كده ان حضرتك ان شاء الله موافق؟ الترخيص هيخلص النهارده ان شاء الله، علشان الدراسه ما تتعطلش. انتوا شباب وجواكم حماس شديد جدا، والدوله حاليا بتسخر كل امكانياتها لمساعده الشباب. لكن طبعا هتتشكل لجنه من الوزاره لمتابعه سير العمل في المدرسه، وساعتها هنشوف الامور ماشيه ازاي. جزاك الله خيرا يا فندم، ربنا يخليك. يا فندم ما عليك. كمال دي تاشيرتي على الالتماس اللي هم مقدمينه. عايز الموضوع ده يخلص النهارده ضروري. تحت امر سيادتك. شاكرين جدا يا فندم والله، واسفين على ازعاج حضرتك والله وتضيع وقتك يعني، بس شكرا والله. حضرتك يا ميرسي قوي، تعبنا حضرتك والله، مش عارفين نقول لك ايه، متشكرين قوي. بس طيب يا جماعه،
احنا هنبتدي اليوم ان احنا هنخلي المشرفين يستنوا الطلبه على باب المدرسه ويوزعوا عليهم نيم تاجز ولعبه صغيره. نيم تاجز؟ ليه خير؟ هيشتغلوا في مطعم ولا من فات قديم وتاه؟ طب يا جماعه بقى، علشان انا خلقي ضيق، حد يسكت الكائن ده. يا ريت بقى حد كمان يفهمها. ايه يا جماعه مالكم؟ هو انتوا مش فاهمين بجد؟ النيم تاجز دي علشان كل مدرس يبقى بينده على الطالب باسمه، فالطالب يحس ان المدرس عارفه وما يبقاش قلقان منه. ده غير ان ده هيخلينا نبريك الايس معاهم بسرعه. شغل السياحه وفنادق قوي. سليم اللفه الطويله قوي دي. طب ما اساله على اسمه خلاص. طب ما علينا. هيجي بقى مدرس البي اي بعد كده، هياخد الطلبه واولياء. ايه البي اي ده بقى؟ مدرس الالعاب يا شاطره. اوكي. هياخد الطلبه واولياء الامور، هيعملوا تور كده في المدرسه ويعرفوهم على كل حاجه فيها. بعد كده هيدخلهم الكلاس، وكل مدرس هيخش يدي كلمه للطلبه. مش هياخد اكتر من 10 دقايق. 10 دقايق مقبول. هو حضرتك بتكتب ايه يا جماعه موضوع النوت الصغيره دي؟ ايامنا ما كانش في الكلام ده خالص. كنا من اول يوم مذاكره ودراسه وبروح واجبات قد كده. احنا كنا ايام التربيه اللي بجد. هو انا كنت اقدر ما اذاكرش ولا ما اعملش واجب؟ ده ماما مره عرفت ان انا نمت ونسيت اعمل واجب، جابتني من شعري كده من على السرير، مسحتني، بصي عضتني عضه في رقبتي معلمه لحد النهارده. دي شايفه سنانها اهي. من ساعتها ما اقدرش انام غير وانا مخلصه الواجب كله. ايام التربيه اللي بجد. وانتوا بقى ناويين تتبعوا الطريقه دي هنا في المدرسه؟ بس شايفاكي متحمسه قوي لطريقه والدتك. لا دي ماما اللي بتعمل كده، لكن احنا هنا في المدرسه لا مؤمنين بقى بالحوار، بالتربيه الحديثه، بكل الكلام الفارغ ده. اقصد يعني بصي، انا رايي نعمل جروب واتساب نتجمع فيه كاولياء امور بقى، نتكلم بقى ونطرح الحاجات دي كلها ونتناقش فيها وبتاع. ايه رايك؟ يا ريت يا ريت. وفي بقى جروب تاني بس ده على الضيق، ببيع فيه لبس بقى ومنتجات تجميل كوريه. اتمنى يا جماعه تكونوا مبسوطين وساتسفايد معانا النهارده. بدايه مبشره جدا. لا انا كنت قلقان جدا من اللي حصل، انا قلت الدنيا هتبوظ منكم، بس بجد ده الله ينور، مجهود عظيم. ميرسي جدا. انت مش فاهم يعني الكلمتين دول فرقوا معايا ازاي. نسوني تعب اليومين اللي فاتوا. لا بجد برافو. لا واضح عليكي التعب فعلا، ما كنتيش عارفه تلبسي حاجه ريبريزنتابل عن كده. انت مش شايفه النضاره؟ لا هو يعني انا عايز احييكم انتوا الاثنين عملتوا مجهود خرافي، برافو الله ينور. شكرا. من يومها لا بتكلمني ولا بترد عليا. ادي اخر نتيجه سمع كلامك. لما انت سمعت نص الكلام والنص التاني ما سمعتوش. ما انا قلت لك يبقى كلمها تاني، انت ما عملتش كده. ما لو كانت وافقت كانت ردت عليا. بس واضح ان انت مالكش في الستات اساسا. يا سلام، بأمارة ايه يا اخويا؟ بأمارة الفورمه اللي انت فيها ولا القصه اللي نازله على حواجبك يا دنجوان؟ كنت شوفني وانا صغير، شوف كنت هتعمل ايه. يا سلام اسم الله. هو انا مش فاهمه اي حاجه. هي الولاد ما بيدخلوش الكلاسز ليه؟ يدخلوا الكلاسز من غير طابور ازاي يعني؟ طب يا بابا مش تقول لنا من الصبح؟ يا سلام، ده على اساس ان انتوا ما ورطتوش على تعليم قبل كده. وانت زي فوتك حاجه زي كده يا ست فيروز؟ يا سلام، وانت يا ناصحه ما جالكش في مخك ليه يعني؟ اهدوا بس، سيبونا نتصرف. صباح الخير. النهارده اول يوم جديد في سنه جديده، كل سنه وانتم طيبين. المدرسه دي بيتكم عشان هتقضوا فيها نص اليوم، عايزكم تحافظوا عليه. واخوانكم زملائكم، واحنا كلنا عيلتكم. عايزكم بقى تقفوا كده طوابير عشان نبدا اليوم الدراسي الجديد. يلا يا ولاد، 1 2 3 هوب. برافو. بار. خلي بقى.
لا لو سمحت حبايبي. هو ما ينفعش حد يدخل من غير اليونيفورم بتاعه، ده ضد قواعد المدرسه. وبرضه من قواعد المدرسه المحترمه انها تقدم لنا كواليتي زي ده. يا فندم هو احنا لسه عملنا حاجه عشان تعرفي الكواليتي حلو ولا وحش؟ حضرتك بدايه القصيده كفر. اتفضلوا، هو ده اليونيفورم اللي عايزين ابني يلبسه؟ اتفضلوا شوفوا الكواليتي العظيمه بتاعتكم. ده انا لو كنت فصلت له يونيفورم من ملايه السرير كان هيبقى احسن من كده. هو حضرتك خدتي بالك من بند الكواليتي وما خدتيش بالك من بند الاسعار؟ على فكره اليونيفورم ده من اي مدرسه تانية هتجيبيه بضعف الثمن. حضرتك انا ما طلبتش منك تقدميني سعر كويس، وكان ممكن تعملي كذا كاتيجوري تاني وكل واحد يختار على قد امكانياته. وبعدين المدارس التانية بتقدم لنا يونيفورم محترم ادمي، مش ده. انا مقدره عصبيه حضرتك جدا وحضرتك معاكي حق في كل كلمه بتقوليها، واوعدك ان احنا في خلال يومين هنقدم لكم يونيفورم كواليتي احسن بكتير. واسمحي لي يعني انا وفيروز نقدم لحضرتك اعتذار، وكمان يعني نقدم لك 10% خصم على مصاريف المدرسه. لما اشوف. وهقولها تاني، انا اهم حاجه عندي الكواليتي وراحه ابني. نوعد حضرتك ان ده اكيد هيحصل. تمام. يلا يا حبيبي بقى انت اطلع الكلاس، اوكي؟ ماله زي الفل اهو، قاستك زي الفل. انا هضربك شخط بس بعد 10%؟ مش عارفه اليوم الملايين ده يا ربي.